عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بألف خير. الدين أخلاق، والعيد مناسبة لإصلاح الأخطاء ولفعل الخير وللتسامح، ما هيش مناسبة للمواصلة في الظلم ولنشر الكره ولإظهار الشماتة. اليوم فما توانسة كيفنا كيف موجودين معيدين للأسف في السجون بسبب مساندتهم لأنبل قضية في الدنيا. خطأهم كل خطأهم أنهم جمعوا التبرعات بدون رخصة لمساندة فلسطين، رغم أنه العملية الكل تمت بعلم من السلط، ورغم أنه كان قادروا يستنوا في رخصة تبادل الأرض وما عليها وما يخلطوا يعملوا حتى شيء. اليوم فما توانسة آخرين للأسف زاد معيدين في السجون بسبب المرسوم 54، بسبب ممارستهم الحقهم في التعبير، وإلا بسبب ممارستهم الحقهم في العمل السياسي أو النشاط المدني والجمعياتي. هذوما كل نتمنى لهم الحرية، ونتمنى الحرية والأمن والرخاء لكل الدول والشعوب العربية والإسلامية. وفي هالعيد هذايا نتمنى أنه كل الأمة العربية والإسلامية تكون موحدة وتكون في الجانب الصحيح من التاريخ في المعركة الكبرى القاعدة الصايرة في العالم توا. الموقف التونسي السليم هو الموقف اللي يدعو الجميع لاحترام القانون الدولي، هو الموقف اللي ما يتزحزحش على مساندة فلسطين، وهو الموقف اللي يدافع بنفس القدر على سيادة وعلى أمن الدول العربية والإسلامية. هو الموقف اللي يدافع على الحق، حق الشعوب في تقرير المصير، واللي يدافع على الحق الشرعي والطبيعي في الدفاع عن النفس. الموقف السياسي السليم في هالمرحلة الحساسة هذه هو سلاحنا الاستراتيجي الفعال الوحيد من أجل الدفاع على أمننا القومي ومن أجل الدفاع على مصالحنا الحيوية في ظل التحولات الدولية. شكرا، عيدكم مبروك، كل عام وانتم حيين بألف خير.